تقرر متابعة المسمى إلياس المالكي في وضعية اعتقال السيد وكيل الملك بابتدائية الجديدة. قرر متابعته ووضعه وراء الاعتقال الاحتياطي وإحالته على جلسة الغد الجمعة على الساعة 1 ليحاكم أمام غرفة الجنح الابتدائية. وقد تبع بالأفعال الآتية: نشر ادعاءات كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة، السب والقذف في حق شخص أو هيئة منظمة، انتهاك الآداب من خلال الإخلال العلني بالحياة عن طريق العري المتعمد أو البدء في الإشارات، إخلال العلني من خلال العري المتعمد أو البدء في الإشارات في مكان قد يتطلع إليه العموم أو قد يتطلع إليه القاصرين. توبع أيضا بالتحريض على التمييز والكراهية، وذلك بين الأشخاص بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوهة في الأماكن العمومية، المفوه بها في الأماكن والتجمعات العمومية، بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم، بواسطة كل وسيلة تحقق شرط العلنية بما فيها الوسائل الإلكترونية والورقية والسمعية البصرية. تبع أيضا بالمادة 498 التي تعاقب من سنة إلى 5 سنوات، الغرامة 500 إلى مليون درهم من أجل إعانة أو مساعدة أو حماية ممارسة البغاء أو جلب أشخاص بأي وسيلة كانت. تبع أيضا المادة 499 اللي كترفع فيها العقوبة إلى 10 سنوات إذا ارتكبت جريمة الدعارة أو التحريض على الفساد تجاه شخص يعاني من وضعية صعبة، أو إذا ارتكبت الجريمة بواسطة توجيه بلاغات عبر وسائل الاتصال إلى جمهور غير محدد أو إلى أشخاص محددين. تبع بالمادة 497 اللي كتعاقب بالحبس من 2 إلى 10 سنوات والغرامة من 20,000 درهم إلى 200,000 درهم من أجل تحريض القاصرين دون 18 على الدعارة أو البغاء أو التشجيع عليها أو تسهيلها. أخيرا تبع بمقتضيات المادة 1/8 من ظهير 1994 المتعلق بالمخدرات، وذلك من أجل جنحة حيازة واستهلاك المخدرات، المعاقب عليها من 1 إلى 5 سنوات. صرت لكم المتابعات والوضع ديالو أنه تم اعتقاله حاليا. ليس معناه أن هذه العقوبات اللي سطرت أنه عبارة عن أحكام، هذه فقط الآن متابعات. هو بريء لأن تثبت إدانته في إطار محاكمة عادلة. فقط وضحت لكم المتابعات والإطار ديال المتابعات اللي غيتحاكم على ضوءه غدا على الساعة 1 بعد أن يمثل في وضعية اعتقال أمام غرفة